بعد ما باشغّل إعلان فيسبوك، بالاقي إن في ناس غريبة بتبعت لي، مش عارف دول جُم لي منين، ولا دول حتى الفئة المستهدفة بتوعي. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن إعلان فيسبوك بيظهر فين. في حاجات إحنا بنبقى شايفين هي بتظهر فين، زي ما بنيجي نحدد في الadvantage placement، سواء بنلغيها أو سواء بنخلّيها، ده على حسب الحساب الإعلاني بتاعك بيجيب معاها والّا لأ. وفي حاجات جزء كبير مننا بيبقى مش شايفها، هي مش مهمة بنسبة 100%، ولكن أنا جربتها ولقيتها إن هي فرقت معايا في النتايج كتير جدًا، خصوصًا لمّا بالاقي إن في فئة معيّنة بتبعت لي، أنا مش عايز الفئة دي تبعت لي، ومش هم دول أصلًا اللي أنا متارجتهم. فساعتها بادخل في الأماكن دي، في الأغلب باعمل لها بلوك، بالاقي إن الدنيا معايا اتحسنت بنسبة كويسة جدًا. قبل ما نبدأ في الشرح وأقول لك إزاي هنقدر نلغي الأماكن اللي إحنا مش عايزين إعلاننا يظهر فيها، في نقطة مهمة جدًا تخلّي بالك منها في الإعلان بتاعك، وهو الcreatives بتاعتك، سواء كانت فيديوهات أو صور، carousel، أي حاجة في العموم. لازمًا تخلّي بالك إن هي تكون بأفضل شكل ممكن. دي النقطة الأولى اللي إحنا كلّنا عارفينها. النقطة التانية، هل هي مناسبة للعميل بتاعك والّا لأ؟ هل الإعلان ده فعلًا هيشد العميل بتاعك والّا لأ؟ وده مش أنا ولا أنت اللي بنحكم عليه، ده تفاعل الإعلان ذات نفسه هو اللي بيبين لنا إذا كان ده فعلًا مناسب والّا مش مناسب. وعايز أقول لك عشان توصل لأحسن شكل للإعلان بتاعك، حاول تجرّب أكتر من زاوية مختلفة. زاوية إن أنت وليكن بتكلم العميل إن المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك بتوفّر وقت، ممكن زاوية تانية إن هي بتوفّر له فلوس، ممكن زاوية تالتة إن هي حاجة trendy مثلًا ومنتشرة أو كل الناس بتجيبها بالفترة دي، ممكن زاوية رابعة، زاوية خامسة، معاك إلى ما لا نهاية لو تقدر. خلّي كل إعلان يكون بيعمل زاوية معيّنة أو angle معيّنة بيستهدف بيها العميل بتاعك، وبعد ما تشغّل عليهم مع بعض وتقرا أرقام كل واحدة، هتقدر تحكم أنهي angle بالتحديد اللي بتجيب مع العميل بتاعك. ساعتها دي اللي هتمسكها وتقدر تعمل عليها أكتر من creative وتشتغل عليهم مع بعض. ما تنساش إن أنت تجرّب أنواع الإعلانات اللي إحنا قُلنا عليها، سواء صور أو فيديو أو carousel. مش مجرد إن أنت عارف إن الفيديو حلو فتشتغل فيديوهات بس، أو الصورة حلوة فتشتغل صور بس. بنسبة أكتر من 90% الحساب الإعلاني بيختلف عن التاني، حتى في نوع الcreative اللي بيجيب معاه. فجرّب كمان النقطة دي وقُل لي. ويالّا بينا دلوقتي نبدأ على الشرح على الداشبورد، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نشوف مع بعض طريقتين لأماكن ظهور الإعلان بتاعنا. في طريقة اللي إحنا كلنا عارفينها لمّا نيجي عند edit، وبعدين هنروح على الheadset بتاعتنا وهننزل تحت خالص عند الplacements. هنا قدامك إن أنت تخلّيها advantage placements، وهنا ممكن تخلّيها manual. طيب سريعًا كده، إيه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين إن الmanual أنت بتختار بإيدك عايز تخلّيها على فيسبوك بس والّا على إنستجرام والّا على الaudience والّا كمان على الmessenger. الadvantage فيسبوك بيقول لك بُص، أنا عارف أنا هاخلّي الإعلان بتاعك يظهر فين عشان يجيب لك نتايج من الآخر يعني. أنا هاقول تجربتي في الحتّة دي، وأنت حاول تجرّب برضه عشان توصل لتجربتك أنت اللي ممكن تكون أحسن من تجربتي كمان. لمّا بيكون في حساب إعلاني جديد أنا باستبعد الadvantage تمامًا، وأي حاجة تخُص الAI أنا باستبعدها مع الaccount الجديد، لإن الaccount الجديد باشوفه زي العيل الصغير كده، هو مش عارف لسه هيروح فين أو هيجيب نتايج منين. طبعًا دي تجربتي أنا، خلّيها على فيسبوك، إنستجرام، وماسنجر. ولو أنا الbudget بتاعتي صغيرة شوية أحيانًا باشيل كمان إنستجرام، وطبعًا باشيل الaudience network، ده طبيعي. طيب لمّا يكون account قديم والنتايج بتاعته ما شاء الله مستقرة وكويسة، ممكن أسيبها advantage عادي خالص. وممكن لو النتايج مش أفضل حاجة، ممكن برضه باروح شايل الaudience network وباسيب الفيسبوك والماسنجر والإنستجرام. من هنا زي ما أنت عارف تقدر بقى مثلًا لو أنت مش عايز تخلّيها يظهر في الmarket place، لو أنت مش عايز تخلّيه مثلًا يظهر، دي تمام، دي تمام. في الstream من أكتر الحاجات اللي أنا باشيلها ذات نفسي. فتقدر هنا تلعب في أماكن ظهور كمان الإعلان بداخل الفيسبوك والإنستجرام والماسنجر وكمان الaudience network. دي الطريقة اللي إحنا نعرفها أو اللي هي المنتشرة عادي خالص. وبالمناسبة الطريقة دي يعني كفيلة إن هي تحسّن لك الإعلان بتاعك أو ظهور الإعلان بتاعك بنسبة أكتر من 60%. فأنت ده عندك هيكون رقم 1 الplacement. حتى لو وصلت إن أنت بتخلّيها على فيسبوك بس، عايز أقول لك برضه ده بيجيب نتايج كويسة جدًا. المهم الcreative بتاعك يكون كويس، مش ظهور الإعلان. هو الإعلان كده، كده هيظهر، ولكن الcreative بتاعك يكون كويس جدًا كمان. طيب دي طريقة. نروح بقى للطريقة التانية، إن إحنا هنيجي هنا عند all tools، وبعدين brand safety تمام. ومن brand safety هنختار delivery reports.
في حسابات هتلاقي إن ال4 ظاهرين عليها، في حسابات هتلاقي دي بس ظاهرة الInstream Video، وفي كمان حسابات هتلاقي ظاهر عليها الads on Facebook Reels فقط. وعايز أقول لك حاجة، وفي حسابات مش هتلاقي عليها ظاهر أي واحدة من دول، فده على حسب الحساب عندك. لإن فيسبوك أصلًا بقى يحاول يقلل الموضوع ده بقى له فترة مش قليلة دلوقتي، هو عايز يتعامل سواء في حتة الplacement أو غيرها. نكمّل فيسبوك Instream Video، أنا مثلًا اخترت ده، وبعدين هنا بتختار التاريخ، برضه هنا التاريخ بالمناسبة مش هتلاقيه كتير، يعني في الأغلب هيكون فاتح لك آخر 30 يوم، ده في الأغلب. يعني هنا أظن فاتح أقل من 30 يوم كمان. طيب تمام، هنا بقى هنتفاجئ إن الإعلان بتاعنا إحنا اخترنا، ممكن نختار الcampaign اللي إحنا عايزينها مثلًا. بعد ما نحدد الcampaign اللي إحنا عايزينها، بدال all campaign بنشوف إن من ضمن ظهور الإعلان بتاعنا ظهر مثلًا عند الصفحة دي، لو دوست عليها هيفتحها لي، ظهر مثلًا عند الصفحة دي، ظهر عند نفس الكلام. طيب أنا من خلال لمّا دخلت كده على الصفحات الأولانية، برضه أنا عايز أقول لك إن أنت لو نزلت تحت في الآخر هتلاقي إن في حاجات ظهر فيها مرّة، مرّتين، والكلام ده. هو بيحمّل. إمم. يعني هتلاقي إن في حاجات ظاهر مرّة، مرّتين، دي أرقام صغيرة جدًا. هو أنا عارف إن الimpressions هنا الأرقام دي أصلًا قليلة في حد ذاتها، يعني هو لو ظهر هنا مثلًا 5، هو في الحقيقة ما ظهرش 5، هو في الحقيقة ظهر أكتر من كده، مش برقم كبير ولكن هو ظهر أكتر من كده، دي حاجة أنا متأكد منها. آآ فأنت هتركّز على الأرقام الكبيرة مش ال5 وال10 والكلام ده، على قد ما أنت هنا ممكن تلاقي زي ما كانت في تجربتي، بس إحنا مش فاتحين الحساب يعني لسبب. ممكن تلاقي هنا إن الimpression بتاعك على مدار الduration بتاعتك كسر ال1000 مرّة، 1000 مرّة، وده رقم كمان مصوّر منه، زي ما قُلت لك يعني أنا بإذن الله متأكد من المعلومة دي، ده معناه إن هو رقم كبير جدًا ظهر. باطلّع طبعًا الصفحة دي من الحسابات، وليكن هنضرب المثال مثلًا عند دي، مسلسل مش عارف إيه، دوست عليها لقيت إن الصفحة دي مش مناسبة للمنتج اللي أنا بابيعه. فيسبوك هنا بيقول لك إن تقريبًا 2023 publishers الإعلان بتاعك ظهر عندهم. 2023، وخلّي بالك من كلمة تقريبًا، لإن هو في الأغلب هو أكتر برضه من كده. وبيقول لك إن هنا هيظهر لك أول 1000 فقط، ولو عايز تجيب الأكتر هتعمل download وتختار publisher delivery وتنزّل الreport وتشوف أنت الدنيا بمعرفتك. أنا الحساب اللي فرق معايا في النقطة دي، عايز أقول لك إن الرقم ده كان 6000 وكسر، 6000 وكسر، وكان في أكتر من صفحة الأولانية كان الرقم 1000 impression، 1300 وهكذا يعني. طبعًا ده على duration صغيرة ما كانتش مكمّلة حتى 8 أيام. فزي ما إحنا كنا بنقول نرجع هنا مثلًا، أنا لقيت إن الصفحة دي مش تمام بالنسبة لي إن الإعلان بتاعي يظهر عندها، أو بمعنى أدق الجمهور بتاعي أنا متوقع إن هو ما يكونش عندها بنسبة كبيرة، فأروح معلّم عليها مثلًا ومعلّم على ممكن ده، لو أنا عايز أعمل أكتر من حاجة يعني، وباعمل له add to publisher block list وباسميها test مثلًا، وباختار. هنا بيفتح لك عايز تعمل الblock list دي على الbusiness ذات نفسه والّا على ad account معيّن. طبعًا أنا في الأغلب باختارها على ad account معيّن، لإن كل ad account باخلّيه الindustry بتاعته. ad account بيشتغل في المكملات باخلّيه للمكملات، ad account تاني شغال في العقارات باخلّيه للعقارات، فكل ad account باخلّيه يعني للحاجة بتاعته. فطبعًا باختار ad account معيّن، وليكن إحنا هنا بنختار الad account ده. بعد ما اخترت الad account باعمل save. كده أنا عملت black list فيها الاتنين اللي إحنا قُلنا عليهم، وممكن أزوّد لها كمان. طيب هاجيبها منين؟ هاجيبها هنا من الblock list اللي أنا عامل لهم block، هالاقي الاسم اللي أنا لسه عامله block list بتاعتي. ممكن أرجع هنا تاني، ده طبيعي خالص إن هو يقول لك إن أنت لازمًا تrefresh الصفحة عشان الerror ده. بنختار ما فيش أي مشكلة، وبتختار برضه اللي إحنا كنا قايلين عليه. مثلًا الصفحة دي أنا شايف إن هي كمان مش هتكون مناسبة معايا، فباروح برضه نفس الكلام أعمل لها add to publisher block list. هي black list دي اللي إحنا بنقولها في التليفونات، هو هنا مسميها الblock list عشان جاية من البلوك يعني. بس عادي ما فيش أي مشكلة. ممكن أختار الblock list اللي أنا لسه عاملها، وممكن أعمل واحدة جديدة. أنا هاختار اللي أنا لسه عاملها،
وبعدين هاعمل save ودي كمان كده هتحصّلهم. طيب هل أنا المفروض أفضل ألِم كل الدنيا دي، أفضل ماشي عليها؟ أنا شايف إن الرقم اللي تحت 20 والكلام ده يعني مثلًا 15 والّا 16، 17 الكلام ده في الأغلب كُلّه قليل، يعني حتى لو الإعلان بتاعك ظهر عليه هو كاتب 17 بس هو مثلًا ظهر في الحقيقة 40 مرّة والّا 50 مرّة، ده رقم لا يُقارن، لإن أنت في الأساس ما تنساش إن أنت بتتحاسب على الCPM بتاعك اللي هو كل 1000 ظهور، كل 1000 مرّة، فأنت بالنسبة لك الأرقام 20 و30 الأرقام دي صغيرة جدًا فعليًا. الفكرة إن أنت لو لقيت هنا أرقام كبيرة زائد أكتر من مكان وهُم مش مناسبين ليك، فساعتها لو هنا رقم جايب لي 1000 وهنا 1000 وكسر أو بالترتيب إن هنا 1000 وكسر وبعدين هنا 1000 وبعدين 900 وهكذا، ده المفروض إن أنا ساعتها هاراجعهم عشان ممكن ألِم شوية منهم حلوين في البلاك ليست. ما تنساش كمان إن أنا دي باعملها كخطوة تانية بعد ما أكون ضبّطت الadvantage أو الmanual placement زي ما إحنا كنا بنقول في أول الفيديو، فدي الخطوة الأولى والأهم. اللي إحنا بنعملها حاليًا هي الخطوة التانية في حالة إن أنت لقيت ما زالت الناس الغريبة لسه بتبعت لك. ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، ولو عندك أي سؤال قُل لي في الكومنتات وإن شاء الله هتلاقيني بارُد عليك في أقرب وقت. أشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم.